السلام عليكم مرحبا اخواني. راح اصور صورة اول شيء في بداية المقطع. اوكي، صورت الصورة هذه. حلو. الحين راح ابدأ الشرح في الموضوع هذا ان شاء الله. ابل نزلت اللي هو خدمة الاي كلاود حق اللي هو النظام الاي او اس 5 لجميع اجهزة اللي هو الاي ديفايسز، وهي ميزة ممتازة جدا اذا كنت انت تملك اكثر من جهاز، في مثل حالتي هذه الاجهزة قدامكم هذه، وفي عندي اجهزة اخرى. ميزتها انك تقدر تسوي اللي هو ستريمينج حق اللي هو الصور، او اللي هو مشاركة الصور بين الاجهزة كلها عن طريق اضافة حسابك الخاص في ابل ستور في جميع الاجهزة. فبالتالي الصورة اللي صورناها مثل ما شفنا في اول مقطع راح تنتقل حق جميع اجهزة اللي هو الاجهزة الخاصة اللي تملكها، وهذه ميزة الخدمة والمفترض منها يعني، اضافة لميزة اللي هو فايند ماي فون والميزات الاخرى في الاي كلاود. طيب ماذا اذا كنت حلوة، ماذا اذا شو اللي راح يحصل لو ان انت رحت حق محل من محلات الهواتف وخليته يحط حسابه هو الخاص فيه في جهازك؟ اي صورة راح تصورها طبعا راح تروح عنده، بديهي صح؟ خلينا نشوف الصورة وين اللي صورناها قبل شوي، وين راحت؟ المفروض انها تتوفر هني، والمفروض انها تتوفر في الجهاز اللي هني، لاني انا ضايف حساباتي في هذه الاجهزة. طيب، فلذلك إذا كان شخص من محلات حط حسابه الخاص فيه وفي جهازك أو في أجهزتك الأخرى، راح يعرف كل شيء عنك، راح يعرف وين متواجد أنت عند خدمة اللي هو فايند ماي فون، راح يشوف كل الصور اللي قاعد تصورها، راح يعرف البوك مارك المواقع اللي قاعد تدشها، راح يشوف الكالندر مالك، وراح يشوف الكونتاكت والأرقام اللي عندك والميلز وهكذا. تخيلوا تفعل هذول كلهم الأون، راح يقدر هو يحصل على كل معلوماتك. شوف الصورة وينها؟ هذه الصورة اللي صورناها مع بعض في بداية المقطع، وكذلك في الجهاز الآخر هذه الصورة اللي صورناها. حلو. طيب شو المفروض انك تسوي؟ المفروض انك تسوي اذا كنت تملك اكثر من جهاز في البيت، بس مو لك انت يعني، حق مثلا الاهل جهاز، عيالك جهاز، وهكذا، تضع لكل جهاز من هذه الأجهزة اللي ما تكون ملكك أنت يعني، كل جهاز في هذه الأجهزة حساب خاص فيها، تعمل لك حساب أبل ستور لكل جهاز، بحيث أنه ما يقدر أي جهاز من الأجهزة هذه ياخذ الصور والمعلومات اللي في جهازك. لا تضع حسابك أنت الخاص مع حساب عيالك وهكذا، لأن راح تنتقل الصور والمعلومات الأخرى والأرقام والكونتاكت والميل واللي شفتوهم مع بعض في ميزة اللي هو الآي كلاود مثل ما تشوفون قدامكم. فلذلك نصيحتي لكم، لا تروحون حق محلات هواتف وتسوون عندهم ما يدعون انه برمجة، وهم ابعد ما يكون عن كلمة برمجة، لانهم راح يحطون حساب خاص فيهم، وبالتالي راح يقدر يتمكن انه يحصل على جميع معلوماتك وصورك. مثل ما شفنا مع بعض، انتقلت الصورة من الجهاز للأجهزة الأخرى، وهذه ميزتها يعني، إذا كانت الأجهزة كلها لك ما في ضرر، وهو الغرض منها. تحرص من الشيء هذا. حاول انك لا تشارك مع بعض في البيت مع اهلك ومع عيالك وكذا بنفس الحساب، وكذلك لا تروح محلات، لانه راح يحط لك حساب واحد، وبالتالي هو قاعد في المحل يشغل كمبيوتر وقاعد يتفرج الصور قاعد تصورها. خصوصا ما كنت اعرف يعني، عفوا انا احترم كل شخص، لكن في ناس كثيرين لغايه الحين يعني ما هم قادرين عقلتهم يستوعبون الموضوع. تخيل ان اذا ما تعرف انت قاعد تصور وكله قاعد يندز حق ابو الشباب قاعد في المحل ويتفرج على راحته. عموما انا حبيت انبهكم على الشغله هذه، ضع حساب خاص لكل جهاز، لا تحط حساب واحد لكل الاجهزه اذا كانت مو لك انت يعني، او مو استخدامك انت. اوكي، وصلت معلومه. السلام عليكم.